مساء الفل على كل مشجعين الكورة، يا رب الناس كلها تبقى بصحة وخير. حلقة جديدة من حلقات كورة في التمانية. كنت طلعت كده امبارح في ريل. اتكلمت، يعني قلت افكر الناس ان كنا بقالنا اسبوعين ما بنعملش فيديوهات، وقلت الاسباب يعني. وفي اخر الريل قلت ان انا كنت بحضر الفقرة دي النهارده. انا ان شاء الله هنوه عنها وهقول على اسمها، بما ان احنا داخلين على حدث كبير، هو حدث كاس العالم وما قبله وما بعده. يعني ان شاء الله باذن الله انا واخلي الفقره دي تبقى مكمله معانا، جنب الفيديوهات اللي انا بعملها للفانتازي بتاع البريمير ليج. يعني انا بقالي اسبوعين ما كنتش بتكلم خالص على الدوري الانجليزي، وقلت الاسباب امبارح. وان شاء الله باذن الله هنتكلم على الجوله ال 15 والتحضيرات بتاعتها والكل اللي موجود ان شاء الله، المتوقع واللي هيحصل باذن الله في الدوري الانجليزي اخر اسبوع قبل التوقف الدولي. طبعا الدوري الانجليزي هيقف، والكوره بشكل عام هتقف في كل العالم، وتحضيرا للحدث الاكبر والافضل اللي هو كاس العالم. فقعدت فكرت كده وقلت طيب احنا هنبقى في كاس العالم، اكيد مش هنقعد برضه في كاس العالم ما نتكلمش في الكوره، عشان خاطر ان الدوري الانجليزي واقف، واكيد الدوري المصري برضه هيقف. آه، فقعدت كده خمنت واقول فقره نتكلم فيها بقى في كل حاجه تخص الكوره، سواء في كاس العالم نفسه او الاحداث اللي تخص كاس العالم وحاجات قبل كده، او بمعلومه او باي حاجه. لحد ما فلترت دماغي كده وجبت فقره وقلت ان انا هعمل فقره اديني في الهادف. في الهادف، تمام، اديني في الهادف. ان شاء الله فقره اديني في الهادف دي هي فقره لا تهدف للربح اطلاقا، ولكن فقره تهدف الى ابداء واعطاء معلومه جديده في كل فيديو ان شاء الله هقوله. واولى الفقرات اللي انا كنت بحضر لها ان شاء الله في حلقات كره في الثمانيه، من فقرات اديني في الهادف، هو حلقه النهارده. فسريعا كده يلا بينا نخش على الحلقه. الاكس جي والاكس اي والاكس بي. ايه يا عم الجنان ده؟ انت بتقول ايه؟ ايه الاكسات اللي انت عمال تقولها دي؟ طيب دي اولى فقراتنا النهارده، وهنتكلم بشكل مفصل او بشكل بسيط كده من غير ما نزهق الناس. يعني ايه الاكس جي؟ آه، لغه البيانات والاحصاءات انتشرت كتير قوي في الكوره الفتره الاخيره، ببدايه ظهور الكوره الحديثه يعني. من ضمن مقدمه او في مقدمه البيانات او الاحصاءات دي، طلع لفظ او استحدث كلام كتير جديد في الكوره، من ضمنهم الاكس جي، وهو اختصار او ابريفيشن، اختصار للاكسبكتد جول، يعني الاهداف المتوقعه. طب انا قلت برضو معاها اكس بي واكس اي. ايه ده وايه ده؟ ده اختصار للاكسبكتد اسيست، تمام، يعني الفرص المتوقعه. والاكس بي هو اختصار للاكسبكتد باس، يعني الباس المتوقع. كل واحد من دول لفظ كبير ومهم. ولما انتشرت لغه البيانات زي ما قلت والاحصاءات في الكره الحديثه، بقت الحاجات دي لا غنى عنها، لا في الاستوديوهات، وطلعت من الاستوديوهات راحت للمحللين، ومن المحللين وصلت كمان للمدربين اللي ابتدى يظهر معاهم حاجه جديده، او اداه جديده في كل منظومه تدريبيه، وهو محلل الاداء. محلل الاداء ده بقى كوتش مهم جدا، او لا يتم الاستغناء عنه، لا غنى عنه في اي جهاز فني موجود لاي فريق. محلل الاداء بيقوم بالوظائف ديت. من ضمن الوظائف دي هو حسابه الاكسبكتد جول، او للاهداف المتوقعه. ايه هو الاكسبكتد جول ده، او ايه هو الاكس جي؟ يعني ايه اهداف متوقعه واحنا هنخمن؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ يورجن كلوب وبيب جوارديولا ودين سميث من ضمن المدربين ابتدوا يدخلوا ده في الفتره الاخيره على اداء او على وظيفه محلل الاداء، ان هو يبتدي يحسب الاهداف المتوقعه لكل لاعب عنده، ويقارنه بكل الفرق القويه اللي معاه او اللي بتنافسه على الدوري الانجليزي. وطبعا زي ما بنشوف كتير قوي الفترات الاخيره، ان البيانات او لغه البيانات زي ما هي خلاص ابتدت تخش في كل حاجه. ده ابتدى يواجه فيه منتقدين. المنتقدين اللي بيتكلموا على لغه البيانات دايما بيبصوا للمنظور بتاع البيانات لكره القدم، او ان الكره بقت لغه حديثه، من منطلق ان هي افقدتنا متعه كره القدم. زمان الامور ما كانتش مجعلصه كده، الامور كانت ابسط واهدى، وكانت الكره بسيطه، التكتيك بتاعها كان هادي، وما كانش فيه كل الاحداث المتصارعه ورا بعض ديت. انما دلوقتي
بسبب دخول البيانات فعلًا في كل حاجة، ابتدينا نشوف إن فعلًا كل يوم بيتم استحداث لفظ أو اسم جديد في لغة كرة القدم. طبعًا هو كان أكثرهم شيوعًا أو انتشارًا هو الXG اللي إحنا طبعًا بنتكلم فيه وقُلنا إن هو ده الexpected goal. ومحتاجين قبل ما نخش ونشرح محتاج تسأل نفسك مجموعة أسئلة. إيه هو الXG وإزاي بنقدر نقيسه وإزاي بنقدر نستخدمه؟ كنا دايمًا الناس اللي ليها علاقة أو دراستها ليها علاقة بالبيانات أو الأرقام، يعني أنا واحد من الناس ديّة علشان كانت دراستي التجارة. دايمًا كنا بنسمعها كده أيام الدراسة أو أيام الكلية، تكلفة الفرصة البديلة. يعني إيه تكلفة الفرصة البديلة؟ على سبيل المثال يعني نضرب مثال كده كان برضه بيتقال لنا دايمًا وإحنا بندرس. لو جبت coin وابتديت تلعب طُس، الطُس ديّة من المحتمل إن هي تنزل لك يا مَلِك يا تنزل كتابة. الاحتمال اللي ممكن يُقع ما بين الاتنين ده هو احتمال 50، 50. يعني 50% ممكن تبقى مَلِك و50% ممكن تبقى كتابة. لو عملت 10 مرات طُس، من المحتمل إن 5 مرات منهم يكونوا للمَلِك و5 مرات منهم يكونوا للكتابة. ده باختصار شديد أو مثال صغير جدًا على شرح الXG. الفرصة أو الفرقة اللي بتقدر تحقق فرص كتير على الجون هي اللي لازم تكسب. وده بيودينا إن الXG لمّا بيعلى مع فرقة، يبقى الفرقة دي لازم تكسب. وده أولى الانتقادات الشائعة الغلط، لإن الXG باختصار تعريفه اللفظي هو مقياس لجودة الفرصة، مش مقياس للنتيجة المتوقعة إن الفرقة المفروض تشوفها. يعني كام فرصة أقدر أسجلها من داخل ال18 أو من خارجه لمّا تيجي لي 10 فرص، ده مقياس لجودة الفرصة. يعني لو هتيجي لي 10 فرص هاقدر أسجل منهم كام فرصة. مش بالضرورة إن أنا لمّا تيجي لي 10 فرص وإن أنا أطلع كسبان. الماتش ليه تداعيات تانية. يبقى الXG هو مقياس التعريف اللفظي فيه، هو مقياس لجودة الفرصة مش لنتيجة الماتش. ده التعريف اللفظي. طب إيه بقى الXG ده؟ بتقيس جودة الفرصة من خلال إن هي بتحسب احتمالية تسجيلها من عدم تسجيلها، من موقع معين أو من مكان في أرض الملعب عند لقطة، وده طبعًا بيبقى خلال مرحلة معينة من اللعب، ألا وهي مرحلة الهجوم. ده على سبيل المثال يعني. لو جات فرصة أو تسديدة على المرمى من نُص ملعب، طبيعي مش هتبقى زي الفرصة اللي موجودة لنفس اللاعب أو للاعب تاني خالص من الفريق من جوّه ال18. فرصة من نُص ملعب مستحيل تسجيلها. احتمالية عدم تسجيل الفرصة دي من 0 ل1. إنما فرصة من داخل ال18 هي فرصة من المحتمل تسجيلها بتبقى من 1 فما فوق. استخدام بقى اللفظ ده أو الabbreviation ده اللي هو الXG بيقدّر لك أو بيعرّفك إزاي هتقدر تسجل الفرصة دي من الأماكن المختلفة دي، وبيقدر يقيس احتمالية تسجيل الفرصة سواء في الماتش ده أو الماتشات اللي قبله وبالمقارنة من الماتشات اللي جاية. أنا باحاول كل ده طبعًا أبسّط شرح الأهداف المتوقعة. هنفترض إن الفرصة من جوّه الصندوق مثلًا لمجموعة حصلت من الظروف للاعب ده أُتيحت ليه الفرصة إن هي تبقى 0.1 XG أهداف متوقعة يعني. ده معناه إيه؟ إن اللاعب ده قصاد كل 10 فرص هيسجل هدف أو 10%. طب هتقول لي يا عم طب أنت مصعّبها علينا ليه؟ ما إحنا مثلًا كنا زمان بنقول على الكلام دوّة إن الراجل ده راح ب9 فرص، مفترض يجيب منهم هاتريك. ده كان الكلام الدارج بتاعنا. إزاي بقى نقدر نقيسه؟ وأنت بتتفرج على الماتش أو أثناء مشاهدتك للمباراة يعني، ممكن إن أنت تعرف بشكل حدسي كده يعني الفرص المتوقعة اللي ممكن تبقى أهداف أو اللي من المفترض إن يتم تسجيلها لمّا الفرصة دي بتُتيح للاعب ده. وطبعًا ده بيبقى من خلال مدى قربه للمرمى، وهل هو بيشوط من زاوية معينة بشكل معين، مثلًا بيشوط من قلب ال18 من عند نقطة الجزاء، بيشوط من وينج شوية وهو لاعب مميز في الشوطات من الوينج على سبيل المثال محمد صلاح يعني، أو رايح انفراد face to face لحارس المرمى. بتجمّع بقى أنت المواقف دي وبتجد بس هي الصعوبة بتكمن يعني أو بتشوف إن الصعوبة كلّها إنّك تجمّع كل الظروف دي وتحدد على سبيل المثال من 25 تسديدة أثناء ال90 دقيقة في الماتش، إيه الأهداف المتوقعة أو اللي كانت ممكن تخش من ال25 تسديدة دول. تمام. المواقف المختلفة أو المحتملة بترجّح لك إن في من ال25 تسديدة دول 10 كانوا انفراد أو 5 منهم كانوا ضربة رأس on target. فالصعوبة كلّها بتجدها إنّك تقدر تحسب ال25 فرصة دول إمتى هيخش منهم أهداف.
وإزاي أو كيفية تأثير كل فرصة على احتمالية تسجيل هدف. الإحصاءات دي لمّا اشتغلت ولمّا الناس ابتدت تشتغل عليها أو تعرفها، على سبيل المثال يعني قدروا إن هم الدوري الإنجليزي موسم 2019، 2020 لمّا حسبوا الXG اللي كانت ممكن يحصل على مدار الموسم، لقوا إن في 9338 فرصة كان ممكن يتسجلوا أهداف. ده كان الXG المتوقع بتاع سيزون 2019 2020 للدوري الإنجليزي. طبعًا الأرقام ديّة من موقع Stats Analysis، قدرت أجمّعها وباحاول إن أنا يعني أوصّلها للناس كbrief يعني. الناس دي قدروا يصمموا نموذج للXG من خلال performance stats. ده كان بيبقى موجود أحيانًا على الstats opta بتاع الإحصاءات، وده طبعًا stats معروف ليه إحصاءات كبيرة ومشهورة ومعروفة جدًا. قدروا إن هم يجمّعوا منه عدد من المتغيرات اللي من خلالها هيقدروا يحسبوا الXG. على سبيل المثال بقى أو الdata اللي قدروا يجمّعوها ديّة، المسافة إلى الهدف أو المسافة اللي ما بينك وبين حارس المرمى، زاوية التسديد زي ما قُلت، الانفراد مثلًا 1 على 1، ضربة الراس، نوع الكورة اللي ملعوبة لك مثلًا، هل هي ملعوبة عرضية، ملعوب مثلًا assist أو through pass في القلب أو ملعوبة شباية، نمط أو نوع اللعب بتاع المهاجم مثلًا نفسه أو صاحب الفرصة المتوقعة إن هي تتسجل ديّة، نمط اللعب اللي بيلعب بيه المدرب. على سبيل المثال مثلًا حد بيلعب على الهجمة المرتدة، حد تاني بيلعب mid block press، حد بيلعب high pressure، طريقة اللعب 4-2-3-1 والّا 4-4-2، والّا position game والّا كل ده طبعًا بيتحط في الاعتبار إن كل فرصة ليها ظروفها. يعني الانفراد ليه ظروفه، ضربات الرأس ليها ظروفها، تمركز اللاعبين، تمركز المدافعين، آآ وجود المهاجم أو المدافع وهُم قدّام بعض هيتم التعامل ما بين ده مع ده إزاي. كل حاجة من دي ليها النموذج الخاص بتاعها اللي إزاي يحسب الفرصة المتوقعة أو الهدف المتوقع من الفرصة ديّة. بيتم تقييمها أو حسبتها من خلال معادلة بسيطة كده اسمها التحويل الإجمالي 0.79 في المسافة. المسافة اللي بيبتدي يحسبها من وقت ما اللاعب ما سدد الكورة على المرمى في 0.79، وتبتدي يحسب لك الفرصة دي توقعها أو حدوثها أو دخولها هدف كام في المِيّة. على سبيل المثال طيب لو عايزين نحط أمثلة حقيقية على بعض اللاعبين. States Performance قدر إن هو يجيب مقارنة في موسم 2019، 2020 ل2 لعيبة مختلفين في دوريات مختلفة. على سبيل المثال كان من ضمن ال2 لعيبة دي جابرييل خيسوس أيام في موسم 2019، 2020 أيام ما كان في السيتي، وهاكان كالانجولو لاعب الميلان في نفس السيزون. لمّا قاسوا الفرص المتوقعة بتاعتهم لقوا إن كل واحد فيهم سدد 100 تسديدة. هم حسبتهم كانت إن محتاجين كل لاعب يكون سدد على المرمى نفس عدد التسديدات. فلقوا إن خيسوس في السيتي مع هاكان كل واحد فيهم شاط 100 تسديدة، وطبعًا استبعدوا ركلات الترجيح من كل واحد فيهم، يعني شالوا ضربات الجزاء من كل واحد أو من كل لاعب فيهم جات له الفرص دي. لقوا إن الأهداف بتاعة كل لاعب فيهم خيسوس سجّل 14 وهاكان مسجّل 8. طيب عايزين بقى يحسبوا الفرق بين اللقطات من بين ده وده، إيه الفرق بين لقطاتهم الاتنين؟ أمّا حددوا جودة كل 100 تسديدة لكل واحد فيهم، قدروا بقى يجمّعوا ظروف كل تسديدة، وقدروا يعرفوا من خلال المعادلة اللي هي التحوّل الإجمالي، طبعًا قدروا يحسبوا من خلال الظروف المحيطة لكل تسديدة من التسديدات بتاعة كل لاعب، مسافته على المرمى، آآ مواجهته لحارس المرمى أو للجون، التسديدة منين بالضبط، من أنهو زاوية، كانت بالراس والّا كانت بالرجل. قدروا يحسبوا من خلال المعادلة أو التحوّل الإجمالي ديّة هو إن كل لاعب المتوقع منّه أو المتوقع حدوث إن هو يسجّل هدف. إن جابرييل خيسوس الXG بتاعه كان 17.7، وهاكان كان الXG بتاعه 7 بس. قدروا برضه يحسبوا الXG للشوطة الواحدة، يعني التسديدة الواحدة متوقع إن هي تخش هدف والّا لأ بنسبة كام في المِيّة. كانت بالنسبة لخيسوس كانت 18%، وبالنسبة لهاكان لاعب الميلان كانت 0.07، يعني 7%. قدروا برضه من ضمن البيانات اللي المفروض كانوا بيحسبوها، قدروا إن هم يطلّعوا نتيجة برضه XG لل90 دقيقة، يعني كل لاعب في ال90 دقيقة يقدر يسجّل كام هدف من كام فرصة. بالنسبة لخيسوس قدروا يحسبوا له إن هو يقدر يسجّل 79% في ال90 دقيقة، 79%. وبالنسبة لهاكان كانت الحسبة بتاعة XG per 90 سجّل
23%. موضوع كبير، مش سهل ولا بسيط خالص. كرة القدم دلوقتي بقت رياضة على الرغم من إن هي بسيطة وناس كتير بتشوفها سهلة، إن هي دلوقتي خلاص بقت بتخضع للبيانات وللأرقام، وبقت بتخضع لdata وabbreviation جديد زي الXG. طبعًا إحنا يعني مش هنقدر نسرد كل التفاصيل اللي تخُص الXG لإن ده هيحتاج مننا إن إحنا نعمل بدل الحلقة دي ممكن 3 حلقات تانيين. إن شاء الله أنا هاتكلم بإذن الله على الXA والXP اللي هو الexpected assistant والexpected passing في حلقات تانية إن شاء الله منفصلة. والabbreviation اللي طلعت ديّة قدرت تسهّل للمحللين وقدرت تسهّل للي بيتفرّج كمان وبيشوف حاجات جديدة وحاجات بقت شيّقة جدًا إن الواحد يشوفها ويسمعها ويهتم إنه هي تبقى موجودة في باله للي عندهم شغف وحُب لكرة القدم. قدرت إن هي تخلّيك كمحلل لكرة القدم تقدر تعرف من خلال الأرقام دي فرق الدوري اللي موجودة في كل الدوريات اللي موجودة في العالم يعني، موقعها في الجدول المفروض يكون فين من خلال الفُرَص ديّة وحساب الأهداف المتوقعة. اللاعب ده المفروض يسجّل كام هدف وليه ما سجّلش الأهداف دي. كل ده ابتدى يظهر في البيانات اللي تخُص الXG وتخُص بيانات تانية إن شاء الله أنا هاسردها بإذن الله في حلقات ادّيني في الهادي. النهاية حابب أقول إن الXG أو غيرهم من الabbreviation هو مقياس بيتجاوز عدد اللقطات اللي أنت بتشوفها بعينك العادية، بس اللي حابب أوصّله للناس أو للمحللين دول عايزين يوصّلوه للناس هو في النهاية مجرد مقياس إحنا بنستخدمه كأداة لمعرفة إن الفرقة دي ممكن تكسب والّا لأ. بس في النهاية الأهداف الفعلية هي اللي بتحدد في النهاية مين اللي فايز أو مين اللي مفسّ. يعني أنا أكيد عارف ومتوقع أنت بيدور في بالك يا عم إيه الهري ده كله؟ طب يعني هي فرقة جات لها فرص وضيّعتها وفرقة تاني جات لها فرصتين وسجّلت، ففرقة كسبت وفرقة خسرت، ليه الجعلصة دي؟ هو دي لغة كرة القدم اللي سايدة دلوقتي، ولغة كرة القدم اللي وصّلت العالم الخارجي دلوقتي باستثنائنا إحنا لحتت تانية بعيدة جدًا. إحنا بقينا مش قادرين نوصل لهم أو مش قادرين آآ نمشي وراهم حتى على نفس الtrack. يعني يمكن آآ غيري من المحللين أو اللي يعني بيشتغلوا بالمحتوى في كرة القدم يكونوا اتكلموا في الحاجات دي قبل منّي، وأنا أتمنى إن أنا أكون باوصّل أو قدرت إن أنا أحُط إيدي على track مهم جدًا يقدر يوصّلنا لأي حاجة أو لأي معلومة، حتى لو مش هتفيدني تفيد ناس تانية من اللي بيتفرّجوا أو عندهم شغف لكرة ده كان نهاية الفيديو بتاعنا وخلّصت أولى حلقات كرة في ال8. ادّيني في الهادف في كل اللي يخُص كرة القدم الفترة اللي جاية برضه إن شاء الله. لو عجبتك الحلقة ومحتواها ما تنساش تدّيني لايك وشير وسبسكرايب. شاركني بقى في خانة الكومنتات الفترة اللي جاية وقُل لي محتاجين نتكلّم في إيه، وأنا إن شاء الله بإذن الله هاتكلّم فيه، وهاسعى جاهدًا إن أنا أقدر أوصّل لك معلومة قيّمة تقدر تفيدك لو أنت عندك شغف في كرة القدم أو بتحبها يعني. دعمكم مهم جدًا، وإن شاء الله بإذن الله الحلقة اللي جاية هاتكلّم فيها على الأسبوع ال15 ونتكلّم كده في الاحتمالات والتوقعات بتاعة اللعيبة، وإزاي نقدر بإذن الله نحقق score كويس في الجولة الأخيرة من الدوري. حلقتنا انتهت، كان معكم إسلام رضوان من حلقات كرة في ال8. أشوفكم على خير.